جينا بقى كده للقيد رقم 9 اللي هو القيد يعتبر الأخير اللي هو 9 يوم 31 أكتوبر. ايه اللي حصل؟ احنا عملنا receive cash for service، خدمات for service performed on أو in أكتوبر. يبقى أنا قدمت خدمات في أكتوبر وأخدت عليها كاش 10,000، جالي ديبت 10,000، بس أنا لسه ما عنديش ولا حساب ريفينيو واحنا عارفين كده، فنقوم مزودين هنا حساب نسميه revenue ونقول هنا نعمل ميرج للاتنين دول مع بعض ونسميه سيرفيس، الحساب اسمه سيرفيس ريفينيو وناخد الديبت والكريدت عادي خالص، وبرضه نديها لون مختلف عنهم علشان لون اصفر كويس، طبعا ما استخدمش الاصفر خالص، نخلي اللون اصفر. وانا عيني زي ما قلت لكم عيني على اخر القيد هنا اهو، عيني على ال 12 دي، فانا طالما متعلم عليها يبقى انا في السطر المظبوط، واقوم عامل كريدت 10,000. يبقى انا كده خلصت. بس انا عايز عندي هنا مشكلة ان هنا مفيش هنا كوما، انا عايز كوما، بس بدل ما اقعد اعمل كوما ليهم كلهم، لا انا هعلم عليهم كلهم كده، اعلم على المكان اللي كده، نزلت لحد تحت خالص اهو، وامشي كده لحد الاخر خالص لحد هنا، واقف كده واعمل كوما، عملوا لي كل كوما اهو، بس هشيل الديسيمال، انا مش عايز ديسيمال لان احنا ارقامنا كلها صحيحة. فبالتالي كده يبقى انا كده عملت القيد رقم قيد رقم 10. طيب او 9. بعمل تواتر في الاخر هنا، لازم اعمل توتال، فهنعمل توتال كده منين؟ من اول خالص هنا وانزل بعلم بقى، خلي بالك بروح اقف بالماوس هنا اهو على الخلية، اول خلية خالص اللي هي بعد دي، وانزل تحت خالص لحد هنا، بعلم بشيفت وبنزل بالسهم واضغط انتر بقى. خلاص انا ده كده ضغطت انتر عشان الحته دي ناس كتير بتتلخبط فيها. تاني هضغط على صم، هيجيب لي الحته دي، لا انا مش عايز كده، هقوم واقف هنا واضغط شيفت، وانا ضاغط شيفت انزل بالسهم، انزل لحد فين؟ لحد تحت خالص كده، وبعدين اضغط انتر. خلاص انا كده جمعت الديبت بتاع الكاش، واخد دي كده كوبي زي ما هي، واروح لحد اخر خلية عندي خالص، اخر حاجة عندي خالص اهي الريفينيو صح، واضغط انتر او كنترول في. كده هو خد نفس المعادلة، انا بقول له خد نفس المعادلة دي وطبقها على كل حاجة، فهو خد نفس المعادلة اللي هي الصم من اول اي 4 لحد اي 25 اي، بس اللي بعدها هياخد اف بقى مش هياخد اي اهو، اف 4 لحد اف 25، اجمع لي من اف 4 لحد اف 25، اف 4 اهي واف 25 اهي، فانا بقول له اجمع لي لو ضغطت ضغطتين هيجيبها لي اهو، انا جايبها لك من اول هنا لحد هنا، اي رقم هتكتبه لو كتبت هنا 1000 جنيه كمان هشوف بقى 7 هنا، نشيل ال1000 جنيه بقت 6، فده معناه فاحنا كده جمعنا كل ده. باجي بقى عند هنا، انا عارف ان طبيعة الاسيتس كلها طبيعتها ديبت، فبجمع بقى هنا الديبت، بقول زائد او يساوي، اطلع على الديبت ده واعمل ماينس الكريدت ده. خلاص ركز معايا، يبقى انا تاني بقول يساوي او زائد، بقف على الديبت اهو، مجموع الديبت من فوق اهو، مجموع الديبت ناقص مجموع الكريدت اهو، ناقص، خلي بالك انا ضغطت ناقص هنا، يبقى زائد ده، اجمع لي ده واطرح منه ده واضغط انتر. نفس الكلام في الاكويبمنت، ممكن اخد المعادله دي بقى لكل الاصول اهو، اخدها كوبي واقف عند الديبت هنا واقول له كده بيست. ايه ده، هو ينفع؟ ما هو جمع ده ناقص ده كده خلاص اهو، لو وقفت كده بص جمع الازرق ناقص الاخضر اهو، واضغط انتر، اخدها كوبي تاني واعملها كده، اخدها كوبي تاني واعملها كده، فخلاص انا كده عملت ايه كل الاسيتس. بس الاسيتس عشان طبيعتها ايه ديبت، عشان انا عارف ان الاصول الطبيعي بتاعها ان هي بتكون ايه ديبت، بتكون الرصيد بتاعها ديبت يعني. لكن اجي عند الالتزامات انا عارف ان الرصيد بتاعها كريدت، فاقف عند الكريدت تحت هنا، اقف عند الكريدت واقول زائد او يساوي، واجمع لي الكريدت واطرح لي منه الديبت. تمام، يبقى انا خدت وعارف ان كل دول كده اخدها كوبي واروح عند الان ايرند ريفينيو، نفس الكلام عند الكريدت، خلي بالك انا واقف عند فين؟ عند الكريدت، وتاني عند الاكونت بيبل عند الكريدت، الاونرز كابيتال عند الكريدت، ما انا عارف ان هي نفسها الاونرز كابيتال زيها، انما الدروينج لا، الويذرول لا، طبيعتها ايه ديبت، فاعملها زي الاصول، اقول زائد واجمع الديبت واطرح منه الكريدت.
اوعى تغلط. طيب الاكسبنس عامله زيهم بالظبط، عامله زي الاسيتس وعامله زي الويثدرول، فاقف هنا اخد دي كده كوبي واعملها بيست. الريفينيو ده نفس الكلام، السالاري اكسبنس اهو بيست. انما الريفينيو لا، كريدت، طبيعته كريدت، فهقوم جاي واقف عند هنا زائد الكريدت ماينس الديبت. نركز قوي في الجزئيه دي عشان مهمه جدا. انا لازم اكون عارف طبيعه كل حساب، واحنا فهمنا ده كويس. قلنا ان الريفينيو والريفينيو واللايبيليتي والايكويتي التلاتة طبيعتهم كريدت اهو. الريفينيو اهو كريدت، جاي في الكريدت اهو، واقف من فوق فوق خالص هتلاقيه في الكريدت التوتال بتاعه، يعني مجموع الكريدت ناقص الديبت. الويثدرول والاكسبنس لا، طبيعتهم ديبت، عشان كده المجموع بتاعهم تحت هنا فين، في الديبت، في الديبت. انما الاونرز كابيتال في الكريدت واللايبيليتي في الكريدت. فانت لازم تكون عارف طبيعه كل حساب، ده لازم تكون فاهمها كويس جدا. واحنا عرفنا ان الاسيتس ديبت، الاكسبنس ديبت، الويثدرول ديبت، وعندنا اللايبيليتي كريدت، والاونرز ايكويتي كريدت، والريفينيو كريدت. يبقى انت كده لو عرفت دول خلاص هتعرف تشتغل، ونكمل على بعد كده على الشغل ده. اشوفكم الفيديو الجاي.